شو بيتقال اطلع فوق بقى، اطلع فوق. لا لا اله الا يا رب والله ما قادرة يا بابا، مش قادرة. يا زمن معيوب، يا أيام سفيهة، يا دنيا مقلوبة عليها في وطيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة قضايا اليوم. طبعا يا جماعة لسه طبعا قضية تجارة الأعضاء وغسيل الأموال لسه طبعا القضايا دي شغالة، واللي طبعا ليها علاقة بالفنانة وفاء عامر وأم مكة وأم سجدة وليلى الشبح وعدد كبير قوي من من الأبطال اللي بقوا ظاهرين دلوقتي على الساحة وتجاب اسمهم في غسيل الأموال وفي تجارة الأعضاء. طبعا كلنا عارفين ان شيكا كان شيكا الله يرحمه لما كان بيقول ان هو عنده سرطان، جه بعض الناس قالوا ان لا هو ما كانش عنده سرطان. وطبعا اللي اتكلمت في حاجه زي كده هي مروه يسري، واللي مشهوره باسمها بنت الرئيس مبارك. طبعا طلعت واتكلمت في الموضوع ده وقالت ان شيكا اتاخد منه اعضاء، وان هو اصلا ما كانش عنده سرطان ولا اي حاجه، بس هم عملوا اي حاجه وخلاص ان هو عنده مرض بحيث ان تبدا العلاقه بينهم تتوضب وكمان يتعمل له العمليه بسهوله ويتاخد منه الاعضاء. لكن هو في الاول وفي الاخر باع الكليه بتاعته، وطبعا كل ده بإذن من زوجته هبة التركي. وطبعا ناس كتيرة قوي طلعت واتكلمت في الموضوع ده، وبدأت بقى حاجات تظهر ان الفنانة وفاء عامر حتى لما كانت بتحضن زوجته هبة في يوم العزاء وهبة بتقول لها مش قادرة يا ماما، مش قادرة يا ماما. طبعا يا جماعة الموضوع كبير قوي، الموضوع مش صغير على فكرة. الموضوع ان مثلا تربط الاحداث ببعض بتلاقي ان انت فعلا كونت موضوع حقيقي. هي دي الصورة. يعني مثلا دلوقتي الفنانة وفاء عامر، انت ايه علاقتك بمثلا شيكا وزوجته؟ ايه علاقتك بأم مكة بأم سجدة؟ الناس دي كلها اصلا ناس مش هقول بلوجر لان معلش مفيش محتوى بيتقدم في الحقيقة، مفيش محتوى بيتقدم في الحاجات دي، بس ايه علاقتك بيهم؟ ليلى الشبح ايه علاقتك بالناس دي برضو؟ دينا مراجيح اللي ظهرت مرة واحدة وطلعت ترند مرة واحدة، وان هي مع انها هي معلش واحدة برضو الله يرحمها كانت واحدة ما بتقدمش محتوى، واحدة بتحاول ان هي تكسب عشان تربي عيالها، وطلعت واتكلمت قبل كده في الموضوع ده، قالت يا جماعة انا عندي ولدين وما عنديش ولا ام ولا اب وعايزة اصرف على الاولاد دي، ارجوكوا ساعدوني. جالها ناس وقعدت تتكلم معاها، وجات لها واحدة وقالت لها لازم تشد حيلك ومش اي حد تسمعي كلامه، مش اي حد تمشي وراه، مش اي حد يستغلك، وانا هعملك اللي انت عايزاه بس ما تسمعيش كلام حد تاني. وده كلام اللي طلعت وقالته. وبرضه الناس اللي عايزة تراجع الفيديوهات القديمة ترجع وتشوفها، ده كان كلام الست مع دينا مراجيح. للأسف يا جماعة دينا اصلا الله يرحمها مرة واحدة كده بدأت تخس اكتر، هي اصلا كانت رفيعة جدا وخست اكتر وبعد كده اختفت، ماتت. حتى اولادها الاتنين محدش يعرف عنهم اي حاجة. فبرضو في 60 سؤال وسؤال في الموضوع ده. دينا مراجيح ماتت ليه؟ هو طبيعي حاجة بتاعت ربنا ونعم بالله، بس بنتكلم ان مثلا ليه في ناس بتظهر كده مرة واحدة. وعلى فكرة برضو في برضو حاجة كده بتظهر مع كل شخص، مثلا حلمي بكر، كلنا عارفين الفنان حلمي بكر لما مثلا ان هو كان تعبان وبرضو رجع قال انا بطني وجعاني، كان في الفيديو بتاعه برضو الفيديوهات القديمة قال انا بطني وجعاني. دينا مرجح قبل ما تموت قالت انا بطني وجعاني، شيكا قبل ما يموت قال انا بطني وجعاني. كل الناس دي جات لها علاقة
بالناس اللي هي برضو زي ام مكة وام سجدة وليلى الشبح. الناس دي ظهرت معاها. شيكا كان يعني كنت متابعة قصته اصلا من الاول. ما كانش في حد جنبه، يعني بعد ربنا ما كانش في حد جنبه في تعبه. مرة واحدة جت الفنانة وفاء عامر وجت ليلى الشبح، وبقي في حاجات يعني ناس ظهرت مرة واحدة مع الناس دي. طب ظهرتوا ليه مرة واحدة كده؟ بعد ما توفى الناس دي ظهرت، وقبلها بشوية يعني ساعة ما كان الله أعلم بقى بيتاخد منه الأعضاء الناس دي ظهرت معاه. وعلى فكرة طبعا الأستاذ عبد الله عرفة المحامي طالب نائب العام إنه هو يستخرج جثمان دينا مراجيح وشيكا، وفي الحقيقة ده طلب حلو جدا، بحيث إن خلاص الجدل يتحسم بقى في الموضوع ده، يتحسم فيه. ما ينفعش كل واحد يجي بقى يعني يقول كل حاجة من دماغه، ما ينفعش. لازم الموضوع ده يتحسم فيه فعلا. لو شيكا اتاخد منه حاجة، لو دينا مراجيح اتاخد منها حاجة، في الوقت ده بقى بجد لازم يبقى فيه وقفة. وعرضهم على الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان إذا كان تم سرقة فعلا أخذ أعضاء ولا أجروا جراحة إيه، نوعية الجراحة اللي أجروها، وإن كان في أي أعضاء ناقصة منهم ولا لأ. وبرضه سؤال الطبيب اللي أجرى جراحة لشيكا اللي هو أشرف أمين، نشوف أشرف أمين ده برضه هل ليه تراخيص إن هو يزاول مهنة الجراحة؟ ده دكتور طب ومناظير، والطب والمناظير هي جراحة مناظير فقط لا غير. ونشوف تراخيص أشرف أمين إيه نوع الجراحة اللي أجراها بالظبط، وهل المكان بتاعه ده يصلح معد لإجراء هذه الجراحة، ومدى الاستعدادات الفنية والمهنية لإجراء هذه الجراحة، وترخيص لمزاولة المهنة وترخيص المكان. ونشوف كما أشيع برضو إن إبراهيم شيكا كان بيتناول عقاقير سامة هي التي أدت إلى تدهور حالته الصحية والوفاة ولا لا. وده الطب الشرعي عندنا بسم الله ما شاء الله هيبين الكلام ده طبعا بتحليل الأنسجة المتحللة وبرضه من العظام بيبان إن شاء الله، ونقرأ في الطب الشرعي إلى حد ما، وإن شاء الله خير. ما احنا مش هنسيب مصر تعشش فيها البوم علشان حرام الأعضاء اللي تتاخد من الشخص بالشكل ده. برضو في حاجة لما مروة يسري طلعت واتكلمت وقالت على موضوع تجارة الأعضاء، وقالت الحاجات اللي هي بدأت تكتشفها جدا، بس المشكلة للأسف هي مش معاها دلائل على حاجة زي كده. طبعا في واحدة ست ناس عادية جدا كان ابنها اللي هو محمد خالد طفل اتاخد من منطقة شعبية. لما سمعت مروة وهي بتتكلم، فالست دي اصلا كانت يعني ابنها تايه من 6 سنين بالظبط ومش لاقيينه. كان الولد بيلعب مع اصحابه بره في الشارع كوره، وبعد كده اهله بيدوروا عليه ما لقوهوش. حتى لما رجعوا الكاميرات لقيوا ان الولد ما طلعش من بره الشارع ولا بره المنطقه خالص. فاللي حصل ان مامته لما سمعت الفيديو بتاع مروة يسري وهي بتتكلم عن تجارة الأعضاء، وراحت قالت وإيه رأيكم بقى في الطفل محمد خالد اللي اتاخد، وقعدت تلقح على وفاء عامر ومامتها ومساجدة تقول الكلام ده. طبعا والدة الطفل انهارت وحاولت توصل لمروة وتقول لها انتي عرفتي منين ابني؟ أنا ابني فعلا تايه من 6 سنين، عرفتي منين ان هو اتخطف؟ ولما رجعنا الكاميرات لقيناه اللي هو ما طلعش بره الشارع ولا بره المنطقة خالص. فإذا طبعا معنى كده يا جماعة ان في معظم المناطق بقوا في ناس بتخطف أعضاء، بقيت في ناس شغالة في مصر للحاجات دي، لأن الطفل ده ما طلعش بره المنطقة. وفي نفس الوقت مروة يسري اتكلمت عنه. يبقى ايه الموضوع؟ بذكائكم انتوا وعلقوا في تعليقاتكم وقولوا رأيكم. الموضوع ايه؟ ازاي مثلا الطفل ده اتاخد؟ اذا معنى كده ان بيبقى فيه سماسرة لتجارة الأعضاء في مناطق مختلفة، وبيبقوا مسؤولين عن خطف الأطفال دي وإن هم يسلموها لهم تسليم أهالي. للأسف الموضوع والله كبير، بس طبعا القضية في قضية هتتعمل يوم 30/8 دي خاصة بمروة يسري وهيتحكم فيها برضو.
وبرضه هنشوف موضوع الأستاذ عبد الرحمن عرفة اتكلم عنه، عبد الله عرفة اتكلم عنه وقال إن لازم يستخرجوا جثمان شيكا ودينا مراجيح. برضه من خلالها هنعرف برضه إيه الموضوع. بس في أسئلة كتيرة جدا جدا، ناس كتيرة بتسألها وناس عندي في الكومنتات بتسألها إزاي يعني هنفهم إن دي تجارة أعضاء فعلا. الموضوع على فكرة يا جماعة بقت كبيرة قوي، لازم الموضوع ده يتحسم، لأن دي تجارة يعني دي شبكة كبيرة جدا. الغريبة اللي أنا بجد بستغرب له أكتر إن الفنانة وفاء عامر انتي داخلك في مواضيع مكة أم مكة وأم سجدة وسلمى رحالة. إيه الناس دي؟ إيه علاقتك بيها؟ انتي فنانة، ليه اسمك اتجاب في الحتة دي؟ ليه؟ أكيد في نقطة، أكيد في حاجة. والله يا جماعة كمان يعني والدة شيكا لما طلعت واتكلمت وقالت احنا ناس غلابة وعلى قد حالنا واحنا يعني معيش فلوس حتى اعمل اي حاجة، وهبة تركي مرات شيكا ضحكت علينا وما بتكلمناش وما بتعبرناش وما اخدتش حاجة من فلوس ابني والكلام ده كله. كل الشكوك دي برضو بتخلي فيه يعني لحظة دوران كده حوالين هبة، محدش عارف برضو هبة دي وراها ايه. الحساب اختي هبة وابراهيم 250 مليون جنيه مني. اخبار كلية شيكا ايه؟ ووسيم يوسف اللي كان فلسطيني ده وسبحان الله مرة واحدة بقى داعية، كان عنده كانسر وهو اصلا كان عنده فشل. كان الله في عونها برضو، جوزها مات وكده، بس برضو في حاجة انك انتي اسمك يتجاب في حاجة، فدي حاجة غريبة شوية. بالإضافة ان انتي سمعتي كلام كتير اوي الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا ان جوزك اتاخد منه اعضاء. ليه ما فكرتيش تقدمي بلاغ وتستخرجي جثمان جوزك مثلا؟ ليه؟ المفروض ده جوزك، انتي اول واحدة تجري ورا الموضوع واول واحدة تسألي عن الموضوع. اتمنى ان فعلا الموضوع ما يروحش ليه حاجات مش كويسة، واتمنى من الاهالي انكم تخلوا بالكم من اولادكم، بلاش الاولاد اللي بتلعب في الشارع. الدنيا دلوقتي ما بقتش امان خالص. انا مش برعبكم ولا بهز قلوبكم بالخوف والرعب والكلام ده، لا خالص والله. بس كل ما في الموضوع ان حاليا دلوقتي الوضع مش كويس خالص ولا تمام خالص. الزمن اللي احنا فيه كل الناس بقت محتاجة فلوس وبس، مفيش حد بيفكر في ربنا ولا حد بيفكر في المبادئ ولا الرحمة ولا الأخلاق ولا القيم ولا الكلام ده أصلا. فكل واحدة تحافظ على أولادها. لعب الشوارع ده ممنوع ان انتوا تاخدوا أي حاجة من أي حد. الزمن اللي احنا فيه بقى زمن يخوف، والله زمن فعلا يخوف جدا. والشبكة دي لازم تتعرف أولها من آخرها، لازم نعرف ايه علاقة الناس دي ببعضها. يعني الفنانين ايه يوصلهم للناس العادية، البلوجر اللي بقوا يطلعوا دلوقتي وبيتكلموا في حاجات تافهة جدا. وبرضه اتكلمت عن الموضوع ده، الناس البلوجر اللي بقت تطلع تتكلم في كلام فاضي ملوش اي لازمة وتفاهات ملهاش لازمة، ورغم من كده بتتشهر جدا. وتيجي تبص على المحتوى بتاعهم تلاقي مفيش محتوى اساسا، مفيش محتوى. انت بتقدم ايه؟ متقدمش اي حاجة. الناس بتستفيد منك بايه؟ ولا اي حاجة. واحدة تطلع تقول اي فيه هبل، يا سلام، دي بقى طلعت ترند، دي بقت معروفة، ده يجيلها فلوس قد كده. كل ده طبعا بيعتبر غسيل اموال، ان بيبقى حد مثلا معاه فلوس مش مشروعة خالص، غير مشروعة، بيضطر يصطاد بلوجر وبالتالي يطلعوا لايف، فبالتالي الناس تبعت له بقى اسد وحوت ووردة والكلام ده، وبعد كده تتاخد الفلوس دي تتغسل غسلة كويسة كده وبعد كده ترجع له تاني. وده من خلال اي بلوجر مش مشهور مرة واحدة يتشهر ويتعرف بالشكل ده. يعني في ناس كتيرة قوي لما مثلا بييجوا يقولوا ازاي الناس دي تتشهر، ازاي واحدة بتقول افيه هبل كده وخلاص ومرة واحدة تطلع ترند، هي قدمت ايه؟ فكل الكلام ده بيبقى وراه ناس تانية كبيرة. فيا جماعة ارجوكوا يعني بلاش متابعة الناس اللي ما بتعملش فايدة.
يعني الناس اللي مرة واحدة بتتشهر دي بلاش نتابعها. كل واحد يعرف اولاده ان ده غلط، ان مش كل حاجة انت بتتابعها من الناس دي ان هي الناس دي كويسة ولا اي حاجة. لازم تعرفهم ان الناس دي يعني بتدمر البلد، بتدمر. لما ابنك ولا بنتك يبصوا يلاقوا سوزي الأردنية دي مثلا معاها فلوس كتيرة وهما ما معاهمش، أقل حاجة هيقولوا ايه؟ أنا ليه هتعلم، ولا ليه هطلع مهندس، ولا ليه أطلع دكتور، لما الناس دي وهي قاعدة في بيوتها بتجيب الملايين دي تحت رجليها. شفتوا احنا وصلنا لإيه؟ شفتوا احنا وصلنا لإيه حرفيا؟ وصلنا إن خلاص إن ما بقاش في علم فعلا حقيقي قدامنا، ما بقاش في حد يهتم بالتعليم قوي، بسبب ان الناس اللي بتطلع دي بتكسب ملايين في لحظة. والدكتور ولا المهندس ولا المحامي ولا المدرس ولا الناس المحترمة اللي بتشتغل وبتتعب في شغلها بتاخد القرش بصعوبة. وبنلاقي الناس اللي هي بتطلع تقدم تفاهات، والله تفاهات جدا، بتقدم تفاهات في المحتوى بتاعها، مرة واحدة بتتشهر وبيبقى معاها ملايين، وبعد كده شقق في التجمع وشقق في مدينتي وحاجات بقى. ده يعني مستنين ايه من اي طفل بيشوف الحاجات دي؟ مستنين مستواه يبقى عامل ازاي في التعليم، ولا ان هو يفكر ينجح ازاي؟ انا كلامي ده موجه للاهالي، لان انتوا اول مسؤولين عن اولادكم، ان هما يمسكوا الموبايلات ويقعدوا على النت ليل ونهار، والسوشيال ميديا اللي بيتدخل في كل بيت. انتوا مسؤولين عن الناس دي. لو كل اب وكل ام ياخدوا تليفون من اولادهم كده وخلاص، ويتعاملوا معاه بان انت العب العاب عاديه في البيت، او العب العاب عاديه خالص على التليفون من غير نت، ساعتها اوكي ماشي. لكن طول ما في نت هتلاقي الناس دي محتواها بيتفرض على اولادك، واوريدي هتلاقي اولادك نفسهم بيتفرجوا على الناس دي. فاذا انتوا بتدوهم برضو كمية مشاهدات ملهاش اي لازمة، لان مفيش محتوى هادف بصراحة، مفيش حاجة بتتقدم. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حساب اختي هبة وابراهيم 250 مليون جنيه مني. اخبار كلية شيكا ايه وسيم يوسف اللي كان فلسطيني ده، وسبحان الله مرة واحدة بقى داعية. كان عنده كانسر وهو اصلا كان عنده فشل